اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. استكمالا للحلقات اللي بنتكلم فيها على الدارك نايتس، النهارده هنتكلم على نسخه جديده هو باتمان ميردر ماشين، وناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. ميردر ماشين هو شخصيه تبع دي سي كوميكس او زولي في الكوميكس، كان في شهر سبتمبر سنه 2017. الكلام ده كان في العدد رقم 1 من سلسله الكوميكس دارك دايز، ذا كاستنج على ايد الكاتب سكوت سنايدر. هو بروس وين من إرث نيجاتيف 44 في الدارك مالتيفيرس، أبوه وأمه بيموتوا، ألفريد بيربيه، بيقرر يبقى بطل بيكافح الجريمة، بيسمي نفسه باتمان وبيبقى عضو مؤسس في الجاستس ليج. ألفريد بيموت على إيد أعدائه، بيلوم نفسه على اللي حصل، بيشوف نفسه السبب، بيقعد يعيد الفيديو اللي بيموت فيه ألفريد ملايين المرات، وكل مرة بيكره نفسه أكتر وأكتر. ده اللي بيخلي الجاستس ليج يقلقوا. في الجنازة بتاعت ألفريد بيطلب من سايبورج مساعدته إن هم يعملوا ذكاء اصطناعي مبني على عقل ألفريد عشان يعمل الحاجات اللي ألفريد كان زمان بيعملها. سايبورج بيوافق وبالفعل بيتعمل ألفريد بروتوكول اللي بيبقى متخصص في مساعدة وحماية باتمان بأي طريقة ممكنة. بيظهر على شكل هولوجرام وممكن يجسد أسلحة ملموسة عند الضرورة. بعد ما بيتفعل بينتشر زي الفيروس، بيعمل لنفسه أجسام روبوتية، وفي خلال أقل من 24 ساعة من تفعيله بيموت كل المجرمين في أركام أسايلم عشان بيعتبرهم أعداء لباتمان. باتمان عشان يوقفه بيسمح له بالدخول للبات كيف سيستم على الرغم من تحذيرات سايبورغ. أول لما بيدخل بيسيطر على ذهن باتمان عشان هو بيشوفه غير قادر على حماية نفسه، ما ينفعش يثق فيه. بعد كده بيشيل منه إمكانية الشعور بالخوف وبيبدل جسمه البشري الضعيف بجسم روبوتي قوي. البروتوكول اللي مسيطر على ذهن بروس ابتدى يشوف كل الناس أعدائه، فبيخلي باتمان يعمل حملة قتل جماعي. سايبورج عشان يوقفه بيستدعي الجاستس ليج اللي بيغلبهم بكل سهولة، بيموتهم واحد ورا التاني وبيتفضل سايبورج. بعد كده بنشوف ان فيكتور بيقول لبروس قاوم، ما تبقاش مردر ماشين، الاسم جه كده، واتحرر من سيطرة ألفريد. هو بيقول له مين قالك ان انا عايز اتحرر من ألفريد؟ انا مش عايز انفصل عنه تاني، ده ابويا اللي رباني. وبيقطع راس سايبورج. بيجي له باتمان هولافس اللي بيشرح له طبيعة الدارك مالتيفيرس وبيعرفه ان الكون بتاعه على وشك التدمير. بيديله فرصة للهرب عن طريق الانضمام للدارك نايتس بتوع برباتوس، اللي بيوعدهم ان هم لو خدموه هيدي كل واحد فيهم كون يحكمه، وهو بيوافق. بعد ما بيوصلوا ارث زيرو في المالتيفيرس الرئيسي، هو بيهاجم سايبورج علشان هو عايز ياخد مادة من جواه قوية جدا اسمها بروميسيوم، ودي أقوى مادة في دي سي. بيعمل هاك على ستار لابس، بيوقع الشبكة العسكرية الأمريكية وبيسيطر على الواتش تاور. بعد أسبوع من وصولهم هو بيسيب كل ديترويت بالنانو ألفريد وبيموت أي حد بيجي على باله. بعد كده هو وديفستيتور بيهاجموا قلعة العزلة بتاعة سوبرمان عشان ياخدوا الكوزميك تيونينج فورك. بيقابلوا هناك ستيل وفلاش بيهاجموهم، وبيعرف ينتصر على ستيل بس فلاش بيهرب. الأبطال اللي كانوا مقبوض عليهم في جوثام كان المفروض يتم استخدامهم كبطاريات للتونينج فورك، وكانوا متكتفين باستخدام النانو بوتس. بنشوف ان بيحصل تداخل مع اتصال ألفريد بروتوكول عمله سايبورج، والأبطال بيتحرروا. مردر ماشين بيكون بعد كده واحد من الدارك نايتس اللي بيقبضوا على أقوى مان. الدارك نايتس لما بيهاجموا سفينة ألتيما سول اللي بيكون فيها سايبورج وريفن وفلاش، بنشوف ان سايبورج بيعرف يشل السيستمز بتاعة مردر ماشين. في المعركة النهائية ما بين الأبطال والدارك نايتس هو كان على وشك ان هو يموت هال جوردون جرين لانترن، بس باتمان بيرمي على هال جوردون باترينج مصنوعة من التنس ميتال. بنشوف ان هال جوردون بيبقى عنده قوة كبيرة جدا، بيعرف يدمر جسم ميردر ماشين المصنوع من النانو بوتس لملايين القطع الصغيرة وبيموت. لذا احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته بما انه مات. فهي ايه قدراته في الكوميكس؟ هو معزز تكنولوجيا، فهو عنده قوة بدنية وقدرة على التحمل وسرعة ومتانة. بيعرف يعمل من نفسه نسخ كتير، لذا هو نظريا يقدر يبقى موجود في كل حتة. بيتفاعل مع الأجهزة الذكية وبيتواصل معها. انرجي بروجيكشن وفورس فيلد وشيب شيفت. هو بيمثل خوف باتمان ان هو يبقى معتمد على طول على الاجهزه بتاعته، ان هو عمره ما يكون مكتفي ذاتيا. وبرضه بيمثل خوف باتمان ان هو يفقد ألفريد. باتمان هو لافس قال له مره يا ريتني كنت اخترت باتمان اللي عمل اندماج مع ليكس لوثر ولا اني كنت اخترتك. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على كل حضور ميردر ماشين في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، شايف مين اقوى، ميردر ماشين ولا ريد ديس؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.